يا صباح الهنا والسعادة. بصوا بقى، جات لي بطيخة ولقيتها قرعة. طيب هرميها؟ معقولة؟ ده البطيخة دلوقتي بقت بالشيء الفلاني زي ما انتوا عارفين. فانا هطلع منها حاجة منعشة على الاخر، مش ايس كريم، مش كل مرة نعملها ايس كريم. هنعمل احلى سموزي بطيخ، حاجة كده ترطب على القلب، تحفة في الحر اللي احنا فيه ده. تعالي اقولك على طريقته، هي سهلة وبسيطة جدا، ما فيهاش اي افتكاسة، ومتأكدة انها تعجبكم جدا. النهاردة هنزود لها تاتش خفيف قوي كده، هيوديها في حتة تانية خالص. سموا الله وصلوا على الرسول. الاول مرة بتشوفيني اوعي تنسي تتابعيني. انا شيرين، اكتبي لي انت منين. انا من مصر، اكتبي لي من اي بلد ومن اي محافظة ومن اي دولة بتتابعيني. ويلا سموا الله، صلوا على الرسول، وتعالوا بينا نبتدي الحلقة على طول. هبتدي بقى اقطع البطيخ بتاعي شرايح عادي جدا كأنك هتقدميه، ونبتدي نقطعه كده في الطبق عندنا. بس اهم حاجه حاولي ان انتي تشيلي اللب بتاع البطيخ وانتي بتعصريه، عشان مش مضطرين ان احنا نصفيه. انا عايزاه بالسمك بتاعه التقيل، والفايبرز بتاعه او الالياف اللي فيه دي تبقى ظاهرالي في قلب العصير، لان هي اللي هتديني السمك بتاع السموزي. ان انا مش هضيف زبادي ولا هضيف حليب. طبعا تقدري تضيفي زبادي وحليب لو انتي حابه في السموزي بتاعك، دي حريه شخصيه. انا مش هضيف، الولاد الصراحه مش عايزين، فانا هعمله بس بالميه. نقطع بقى البطيخ كده، واقعد مع نفسي كده اشيل اللب بتاعه وارجع له. بصي تباني ان هي لطيفه وحلوه، لكن هي الصراحه طعمها مسخ او مش حلوه، مش حلوه ابدا. ولونها كمان مش احسن حاجه، يعني لونها فاتح قوي قوي، وتحسي ان جواه بصي يعني بيضه كده، مش احلى حاجه يعني. فهقطع عشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم. طبعا بشيل بقى اللب اللي فيه وابتدي احطه كده في الخلاط. جهزت هنا البطيخ. ايه بقى التركية؟ اول حاجة اللي انا هضيفها له هي اوراق النعناع. اوراق النعناع يا جماعة بتضيفوها لاي عصير، بالذات في الصيف، بتحسسك بالانتعاش فعلا. هو سبحان الله كده هو منعش لوحده. فضيفي الاوراق بس، بلاش العيدان، علشان خاطر مش هنصفي العصير بتاعنا خالص. فجربي كده تضيفي التركية دي، بصي حتة تانية خالص. خلاص كده حطيت شويه اوراق نعناع بسيطه. حابه تحطي سكر حطي، مش حابه خلاص. انا هعمل الاول كوبايه ليا، مش بحب السكر ابدا ابدا ابدا. وبعدين نحب يعني اللي حابب سكر نزود بقى ايه حسب الرغبه. شويه ميه صغيرين خالص عشان يمشوا لي الخلاط بتاعنا، يعني ما تكتريش الميه عشان ما يبقاش خفيف. وممكن تحطي بدل الميه دي كوبايه زبادي. كوبايه زبادي هتبقى تحفه وحلو جدا جدا جدا. يلا بقى نضربه في الخلاط. مش حابه اضرب معاكم علشان خاطر ما يبقاش الموضوع مزعج ليكوا، فهضرب في الخلاط وارجع. ضربناه كده في الخلاط. يلا بينا نسمي الله كده ونبتدي نحط العصير بتاعنا او السموزي بتاعنا. حضرت هنا المج بتاعي، هجيب بقى ايه تلج علشان يبقى منعش اكتر واكتر كده ويرطب علينا في الحر ده. حطينا التلج، نبتدي بقى نصب العصير بتاعنا. بسم الله. بصي قوامه تقيل ازاي، وفي لسه قطعه بطيخه اهي ما اتضربتش. عايزه اقولك بيبقى تحفه تحفه تحفه. نجرب بقى مع بعض كده. انا متاكده اما تجربوه بالطريقه دي قمه الانتعاش وطعمه مختلف. تاتش النعناع موديه في حته تانية خالص خالص خالص. جربوه بطريقتي، متاكده ان هيعجبكم جدا. طبعا اضافه السكر دي حسب الرغبه يا جماعه، اللي حابب طبعا السكر بيحط، مش حابب خلاص. بسم الله. والله تحفه. النعناع مع البطيخ في حته تانية خالص. جربوه بطريقتي، متاكده ان هيعجبكم جدا جدا جدا. اشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.